كاين شركات صرفت الملايين على الماركتينغ ديجيتال وحققت منه نمو كبير، وكاين شركات واحدة أخرى وفي نفس المجال صرفت وحبست وقالت لك الدومين تاعنا ما ينجحش فيه الماركتينغ ديجيتال. المشكل ماشي في الماركتينغ، وقبل ما نقول لك المشكل وين راه نبوزي لك كيلكو كيستيون وريبوندي لي عليهم في الكومونتير. مور ما جاك الليد من الماركتينغ، اسكو كان كاين كواليفيكيشن واضح؟ اسكو كان كاين فولو اب صحيح؟ اسكو كان كاين كونفرجن تراكين؟ واهم حاجه، اسكو كاين الينيومون صحيح بين الماركتينغ والسيلز؟ اذا كانت لا ريبونس لا، دير في بالك باللي الشركه تاعك راهي في فوضى كبيره، وراك تخلي دي زوبورتونيتي كبار يستفادوا منهم لي كونكيرون تاعك. نفرضوا درتو ان كومبان وجابت لكم 500 ليد، من 500 هادوما عيطتوا ل 200 برك في الوقت المناسب، ومن ال 200 هادوما 80 منهم كانوا كواليفايد، ومن 80 هادو 15 برك اللي بعتوهم بروبوزل، ومن 15 قدرتوا تغلقوا مع زوج وحولتوهم لعملاء. هنا السؤال ماشي علاش البيع ناقص، السؤال وراهي لافويت اللي خلاتك من 500 ليد قدرت تكونفرتي زوج برك. المشكل ماشي في الماركتينغ وماشي في الادز، المشكل ما عندكش سيستم مدروس. اذا ما كانش عندك اي سي بي واضح ومعايير بهم تحدد الليد هذا اسكو كاليفي ولا لا، وما عندكش كي بي ايز اللي بهم تقيس كل مرحله، وما عندكش بيب لاين واضح وهادو ما قاع حطهم في سي ار ام، واهم حاجه ما عندكش الينيومون بين الماركتينغ والسيلز. دير في بالك عمرك ما راك رايح تقول باللي راني نخدم على النمو، والادس عمره ما راح يصنع فارق كبير في الشركه تاعك. باش تصنع الفارق لازم يكون عندك سيستم يجمع هادو ما قاع، باش تقدر تقول عندي جروث ماشين ولا آلة نمو اللي راهي تساهم في نمو وتطور الشركة تاعي. في الفيديو الجاي راح نبني لك الصورة الكاملة على الجروث ماشين. ما تنساش تابوني وتستناني في الفيديو الجاي. سلام.